انا متأكدة ان في واحدة تانية لايفة عليه. يا داليا عقلي، احمد اخويا مش بتاع كده. امال بس مش طايقني ليه؟ من عمايلك وافكارك يا داليا. مين هيدافع عن العروسه؟ اسكت انت يا زغلول، ما تشعللهاش نار. احمد اخويا راجل مؤمن وملتزم. هو يعني العبقري الفلكي هيكذب؟ يا زغلول ده كلام فاضي، واحنا سمعنا رأي الدين في الحكايات. الحكاية مش حكاية عبقري فلكي وبس، بقيت الشواهد بتقول طول النهار شخط ونطر ومستقل بيا ومستهين بيا. خلاص حماش ما بقاش زي الاول. يمكن بس يا حبيبتي علشان الصيام. انت عارفه احمد اخويا خلقه ضيق في الصيام. لا يا نورة، اخوكي ما عادش حماش خالص، بقى حاجة تانية. ده انا لقيت بالصدفة عقب سجارة فيها روج في طفاية العربية. وكمان من النوع اللي بيشرب سجاير. ولاد الحكايه ظبطت وما يتسكتش عليها. يا زغلول خليك محضر خير. ما انا خايف على حماش، ما هو كل ده لمصلحته ومصلحه بيته وعياله ومراته. هو عمل لي حساب ولا لحد؟ طب اهدي بس ونتفاهم. انا هبص على المطبخ دقيقة وارجع لكم. اسمع يا داليا، احمد ونورة دول اخوات وعيلة. وانا اعتبريني اخوكي. انت غلبانة ولازم نشوف لك حل. لازم، ايوه تشوف لي حل، احسن تلهفوا مني الست التانية وتخرب لي بيتي وحياتي وهنايا. لمصلحة احمد اولا ولمصلحتك لازم تتفادي البلاء قبل وقوعه. بقول ايه، ما تعرفش حد من اللي بيشوفوا القطر ولا يعملوا لحجبه؟ حاكم انت ابن سوق يعني ولافف. والله اللي يسأل ما يتوهش. بس بشرط السر في بير طبعا، لان انا عاوز مصلحتك ومصلحتك بس. اوعدك يا زغلول. اذا كان كده اسألك على حد سره باتع قوي. اديني جبت التعويذة والتميمة والعقدة، احطها بقى في المكان اللي قالت لي عليه الشيخة. هي قالت لي احطها فين؟ اسمه حماش وطاير عليه خفاش، وعلى الحب عاصي. وانضرب فيه سهام وقواس، خلاص الفاس وقعت في الراس، وركب الوسواس وعمل استئناس. يا حبيبي يا حماش. اسكتي خالص يا شابة، اسكتي لا تتلمسي بالعكوسات ويطلع لك اللي يلبشك في البلح لمهات من شواش النخلات. حاضر يا ست الشيخات. يا جناح يا مرتاح يا مهوج يا فروج يا منسوج، حلو زين حماش يرجع لمراته غاوي وتبعد عنه الحاوي والبلاوي اللي ملبش الفؤاد والكلاوي. يا كلاوية، عاوزين حب مراته في قلبه يرجع كاوي. خدي يا شابة الكيس ده. ايه ده؟ كيس فيه خنفسة عذبة بنت بنوت، ومعاها في نفس الكيس خنفس كان حيران قلقان، لكن لافت عليه عقربة بنت الجيران وسابها وحب الخنفسة العذبة وعاش معاها نشوان. يا لهوي يا حماش. اسمع يا شابة. نعم. تحطيهم تحت مخدته ويكون لونها بامبي هيمان. حاضر. وترشي عليها من مرق حريق الورقتين دول. سامعة؟ خلاص هتعيشي معاه في حب وأمان على مر الزمان. يا رب. يلا ارمي بياضك. وعلى قد ما بتحبيه حطي البرهان. حاضر. واوعي تنسي لا ينقلب عليك الجان. اديني حطيت المخدة البامبي وتحتها الخنفسة العذبة في الكيس مع الخنفس الولهان، ورشيت مرق الرقي المحروق.
السلام عليكم يا داليا. الخنفس الولاد امين. احمد الحمد لله على السلامه يا حبيبي يا حماش. مالك؟ ما تثبتي السعادة يا داليا. انا برضو اللي مالي، انت اللي ظهر عليك تعبان من الصيام. بقول ايه، خش نام خش نام مرتاح، خش نام. اشمعنى يعني؟ ما انت عارف انا ما بيجينيش نوم طول ما انا جعان. جرب بس يا حبيبي وانت هتلاقيك ارتحت خالص خالص. ياه يا باي، بسم الله الرحمن الرحيم، ده انت تعبان قوي يا حبيبي. يلا يا حماش. ايه يا اخويا اللي بيطقطق تحت المخدة ده؟ ولا انا بخرف من الصيام؟ وبعدين ايه ريحة الشياط اللي في المخدة دي؟ ألا هي كانت واخدة المخدة معاها في المطبخ ولا ايه؟ وبعدين مخدة بامبي ليه وهي عارفة اني ما بحبش اللون ده؟ عجيبة. لا بقى دي طقطقة فعلا. اما شوف ايه الحكاية دي. ده جوه حاجة بتتحرك يا نهار اسود. دي خنافس يا داليا. نعم يا حماش. داليا نعم. ايه الخنافس دي يا داليا اللي تحت المخدة؟ انا شرفني يا حماش. داليا نعم. انت مخبيه عليا حاجة؟ اثبتي يا داليا السعادة، قول الحق. اثبت اهو. يا لهوي، هي فيها اثبات السعادة؟ بقول يا حماش اثبتي وانطقي. حاضر. دي تعويذة وصفوها لي بعد ما شفت عقب السيجارة اللي فيه روج في عربيتك، وانا مستحيل بقى افرط في حبي. عقب سجارة؟